Don't understand you, sir. بقول لك ايه، بلا اندرستاند بلا ما اندرستاندش، انت عارفه كل حاجه وعامله نفسك في رمبانه. تعال احضرنا يا ابراهيم. في وطي صوتك. الهانم بحاول افهمها بقالي ساعه ونص ان الحمام عندي جوه ما فيهوش شطافه، ودي مش عايزه تفهم. انا لحقت نفسي على اخر لحظه يا ابراهيم، ده انا كنت لسه هقعد. عارف انا لو كنت قعدت كانت هتبقى كارثه. انتوا تغيروا لي الاوضه دي وتجيبوا لي اوضه فيها شطافه، يا عامة نغير الاوتيل كله. اهدى يا رمضان اهدى. ممكن تفهمني انت فهمتها بالانجلش ازاي؟ معلش. خدتها جوه الاوضه، دخلتها الحمام، شاورت لها على القعده، قلت لها نو شاليمو نو شاليمو. قعدت تضحك اهي، ومن ساعتها عماله تضحك كده وتقول لي دونت درينك فروم هير. هو انا حمار يعني عشان اشرب من القعده؟ بص يا ابراهيم، انا عايز شطافه. اي نيد شاليمو، اي نيد شاليمو. شفت بقى بتضحك؟ خد يا بنت اللذينه. احمد اهدى، هي معاها حق. انت هتيجي مع الاجانب على ابن بلدك، ابن حتتك. حتتك ايه دلوقتي؟ انت هتعمل لي فيها محمد فؤاد. اولا شاليمو يعني شفاطه مش شطافه. وحياة ابوك. او النعمه. ثانيا الاجانب ما عندهمش شطافات. ليه؟ ما بيغسلوش غير وشهم بس؟ لا يا ابراهيم، في حاجات اولى انها تتغسل. واحنا مالنا يا رمضان؟ ما كل واحد حر في اللي يغسله. العمل دلوقتي اعمل ايه؟ يبقى خد دش يا اخي. انت بتهزر يا ابراهيم، وانا كل ما تحزقش قوي كده. اخش استحمى؟ ده انا ابوش كده ابوش.